ازيكم. بستغرب على الرجاله اللي هي بتبقى شايفه ان هي قد القرار ان هي تقدر تتجوز تاني، ولكنها اصلا مش قد مسؤوليه ان هي تاخد قرار في حاجه زي كده. وخصوصا موضوع زي النهارده في واحد شايف ان هو مش هيقدر يعمل اي حاجه عشان خاطر لو مراته عرفت ممكن تخرب الدنيا. خليني افكرك في البدايه، لو حضرتك اول مره تشوفني اتمنى ان حضرتك تتابعني ويكون معايا في القناه، وده شرف ان يكون موجود معايا في القناه بتاعتي وتقول رايك. خلينا نخش في الموضوع. بيقول الشخص ده ان هو متجوز وعنده بنتين. بيقول ان هو عنده شغل الخاص، وبحكم ان هو شخصية اجتماعية بيتعامل مع كل الناس وما عندوش اي اعتراض مع اي حد ان يتكلم معاه. بيقول ان في شركات بتيجي تتعامل معاه، منهم واحدة دايما بتيجي تتعامل معاه شايفها ان هي جميلة جدا ومطلقة وما عندهاش اولاد. اتكلم معاها وحبوا بعض ودخلوا في علاقة لحد ما قرر ان هو يتجوزها. فكان من القرارات اللي هو اخدها ان هو لما يجي يتجوزها هيقعد مع امها وخالها، هما بس اللي يعرفوا بالجواز ده، والجواز ده يكون جواز سر. ولكنه برضو لما قال حاجة زي دي هم ما صدقوا ورحبوا جدا وقال مفيش اي مشكلة. قال لها كمان ان هو هيأجر لها شقة مفروشة ويجيبها لها من كل حاجة وما يكونش ناقص حاجة. وكمان قال لها لما هحب هجيلك يوم واحد في الاسبوع، وهي ما اعترضتش على ده وقالت له مفيش مشكلة. وقال لها كمان مش يوم في اي يوم، هيبقى في اي يوم في الاسبوع. قالت له تمام، انا ما عنديش اي مانع خالص. ولكنها كان مستغرب جدا، كان شايف ان زي ما يكون ما صدقوا ان هو اتجوز. خليني اقول لكم ان هو نوه وقال ان هو ما قالش اي تفاصيل خالص ولا اتكلم في اي تفاصيل لمراته، ولكن هو بيوضح لكم الصورة اللي هو فيها. وفي نفس الوقت هو بيقول القرارات اللي انا اخدتها وقلتها لهم دي بتبقى صعبة لاي واحدة، ان واحد لما يجي يتجوز يقول لها عليها، ورغم كده ان هم وافقوا. ولكنه كان خايف جدا من القرارات اللي هو اخدها دي وقال لهم عليها، رغم ان هي بتبقى صعبة لاي واحدة حد يجي يتجوزها. وافقوا ان هي تتجوز في السر. وافقت ان هي يجي لها يوم واحد بس في الاسبوع وما يحددش اليوم ويختاروا زي ما هو عايز. وفي نفس الوقت محدش من اهله يعرف، لان هو بيقول لو حد من مراتي او اهل مراتي عرفوا بحاجة زي دي انا هيتخرب بيتي وهتسجن، لان مصيري ومصير شغلي في ايدين مراتي واهلها. هو بيقول هل اللي انا فيه ده ممكن تكون في حاجة غلط، ولا ممكن مراتي تتعرف ويبقى ده كمين وهم عاملينها لي، وبعد كده يستفزوني ويبتزوني ويقولوا لمراتي ان هي تعرف والدنيا تخرب. طيب خلينا افكر حضرتك. لو حضرتك اول مرة تشوفني اتمنى ان حضرتك تتابعني وتقول رأيك في الكومنت، والناس الموجودة عندي طبعا اكيد هتقول رأيها. ولكن انا رأيي انا الشخصي، اللي بيبيع ناس عشان ناس بيخسر كل حاجة. فلو انت شايف ان انت خايف على مصلحة شغلك ومش خايف على مراتك ومش خايف على بيتك ومش خايف على ولادك، فمن الواضح كده ان حضرتك يعني كلمة ما ينفعش ان انا اقولها، فانت هتخسر كل حاجة. واولهم الامورة الجميلة اللي حضرتك اخترتها وشايف ان هي ذكية جدا ومفيش حد زيها. راجع نفسك كده واتقي الله في ولادك وفي بيتك وفي مراتك. اعتقد ان مراتك هي اللي عامله لك كل اللي انت فيه ده، وتقريبا حضرتك ما تستاهلهوش خالص. واتمنى ان انتوا تقولوا رايكم في الكومنتات ومستني تعليقاتكم.